السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما شفتوا العنوان، واحد إنسان دار الخير في جارو. نحكي لكم هذه القصة، قصة مثيرة صح الله يبارك ما شاء الله. حدثت في ولاية ورقلة في العيد ما قبل اللي فات اللي قبله. قصة فيها تاع خير، تاع واحد دار الخير في جارو. سبحان الله، راح تشوفوا النتيجة كيفاش دايرة، تحيروا خوتي. نتيجة الله يبارك ما شاء الله. شوفوا القوة تاع كي دير الخير في إنسان، تشوف كيف ربي يجازيك. نبداو القصة. قال لك واحد النهار هذا إنسان شرا كبش. أيا طلعوا في الهيربين سيارة هذه مشهورة في الجزائر، معروفة في الجزائر. شرا كبش داه لدارو. أيا كان باقي العيد يومين. أيا وخر، جاب الكامل الهيربين تاعو، جاي هبط في الكبش. اي ذاك الكبش كي جاي يفتح في الباب، الراجل هذاك الانسان هذا نقز الكبش، قفز من الهربين. كي نقز راح يجري الكبش، هرب يجري. وين راح دخل لواحد الدار، وهذوك الدار ما كانوش معيدين خوتي. الراجل هذاك هي كي جا رايح للدار، وصل للدار سمع طفل صغير فرحان. سمع طفل صغير فرح. أيا وش بقى الإنسان قاعد فرحان، داك طفل صغير فرحان. سمع الراجل هذاك سمع طفل صغير فرح. أيا قالك دوكا أنايا طفل صغير فرح وكيفاش ندير معاه. في قلبو قال ننويها خير، على ما ننويهاش خير. داك الراجل نواها خير الحمد لله. قالك هي خلاص، طفل صغير فرح وجرى لماما كينو، قال ماما واش انا كبش، رانا شرينا كبش ومش عارف. يسمع فيه يعيط، الراجل يسمع في طفل صغير يعيط. أيا قال خلاص ننويها صداقة وخلاص. هنا صرات رحت صح. تعرفوا صح ربي سبحانه باللي مسطر هالدنيا هذه خوتي. أيا هذيك هي. الراجل غدوة الصباح راح للسوق باش يشري كبش، باش يعيد باينة هادي. أيا دخل للسوق، راح هو وصاحبو. راحوا كان شفتوا هذوك الكماين الخضر هذوك، سوناكو. راح الإنسان هذاك، راح شاف الكباش، عنده الكباش هذاك الراجل اللي قاعد يدور يقلب في الكباش، يقلب يقلب يقلب. أي عجبو كبش هذاك، هز الكبش هذاك. عيط للراجل، للموال، قال له شحال الكبش منا؟ قال له هذاك الكبش موش لبيع خويا. قال له علاه؟ قال له هذاك ديه انت، هذاك الكبش هذاك ليك هدية هذاك. قال له بص على هدية، انا مش الكباش هنا يتشرى، ما كاش هدية، ما كاش لي مد هدية. قال له روح ريح معايا نحكي القصة. قال له البارح انا وصاحبي في الطريق، كي كنا جايين صرات بينا وش، صرات لنا واحد القصة. كنا جايين هزين الكباش، هما موالين كما يقولوا، بياعين تاع كباش يشروا ويبيعوا. قال له في الطريق صوناكوم الكاميو، او الكاميو كما نقولوا احنا بالعامية تاعنا في الجزائر يقولوا الكاميو. هذاك الكاميو مال خاوتي، في الطريق مال. قريب تقلب، منعو بشعره كما نقولوا احنا، منعو بشعره. هذاك الانسان هو صاحبه وش قالوا والله يا غدوة الصباح اللي جينا الاول نعطوه كبش باطل، نواوها في قلوبهم هكا. هي في ذاك النهار غدوة الصباح، هذاك السيد اللي راه معاه، هذاك السيد هو جا هو الاول. هذاك الانسان اللي دار الخير جا هو الاول خاوتي. سبحان الله، شتو كي راهي مسطره. قال له هذا الكبش ديه باطل. حكى له القصه باللي قريب تقلبنا، وهذا الكبش هذا ليك. تفهمت انا وصاحبي اللي جينا الاول نمدو له كبش، وانت جيتنا الاول، هذا الكبش هاو ليك. هي قال له ذاك الراجل، قال له انا البارح شريت كبش، وحكى له القصه. هي ذاك الراجل دا الكبش وراح فرحان. شتو خوتي، ربح الاجر تاع الكبش، الاجر تاع الكبش اللي راح له، هذاك اللي نقز وراح للناس هذوك، وربح الكبش، ربح الاجر وربح الكبش. شتو سبحان الله خوتي، حاجه راحت لك قول قدر الله ما شاء فعل. المهم خوتي، هذه هي قصه اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تدو منها العبره. والله خوتي هذه القصه جرات في نورمالمون عندها عامين 2022، صارت في 2022 في ولايه ورقله، كان العيد الكبير. خوتي اللي شاف الفيديو ما تنسوناش ديروا لايك واشتراك. شكرا خوتي، ان شاء الله تعجبكم القصة، والسلام عليكم.